نحن نعرف أن لنا منهج، وأن هذا المنهج إذا ما تحيوه بيأتيكم زمان بتتعبون فيه، نسأل الله السلامة، بتتعبون فيه وبتتجرعون الغصص، بتتجرعون الغصص بمن؟ بأبنائكم وبناتكم، وبتصبحوا مضحكة. لكن نتكلم فيما يعنينا. إذا ما نعود لتربية أولادنا وبناتنا ولو حتى ب90-60% من تربية أهلنا في البيوت. ربوا أولادكم في بيوتكم، حافظوهم في مسألة اللباس. النساء في قضية اللباس الآن يشترون من الأسواق ألبسة يستحي منها إبليس، ما تليق ما تليق ما تليق. يا إخواني بلغوا النساء هذا الكلام، ما هو احتقار للمرأة. المرأة شرفها في اللباس المحتشم، المرأة شرفها فيما يحجب جسمها. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. لو احترقت عمارة كلنا بنجري بننقذها. الآن نساء يحترقن في السوق، يحترقن في البيوت، يحترقن في ترك الصلاة، يحترقن في عقوق الوالدين، يحترقن في مشاكلهن. ليه ما تنقذوهم؟ ليه ما نقوم بعضنا البعض؟